والله يا اخواتي، بعد ما نزلت الفيديو الاولاني بتاع هزيمه الزمالك من سيراميكا والكلام اللي انا قلته، وسالت 3 اسئله تقريبا. اول سؤال هو الجمهور ما راحش ليه، وايه موضوع المظلوميه والكلام اللي انا اتكلمته ده. في اخواتنا في الزمالكاويه زعلوا جدا، زعلوا قوي بطريقه غريبه قوي. طيب، بص على قناه الزمالك عندكم، وبص على اسمه ايه، جilberto باين، او عندكم على قناه الزمالك في برنامج اسمه زملكاوي، شوف بيقول ايه. وشوف طريقته في الكلام، بيقول لك خرجتوا الزمالك، خرجتوا مش عارف ايه. خلاص بقى، شوفوا البطوله دي، شوفوا البطوله دي هتمشي ازاي، مين اللي هيبقى في الدور الثمانيه، مين اللي هيبقى في الدور ال 16، مين اللي هيبقى في الدور. هو انت لا تكسب، لا تبقى نظريه مؤامره، لا تشيل مصر كلها، تشيل مصر كلها ان انت خسرت. هو يعني سيراميكا ما كانش حلو؟ اي واحد زملكاوي اتفرج، سيراميكا ما كانش حلو؟ طب انا سالت سؤال بتاع الجمهور، انا ما كنتش اعرف بس عرفت. كابتن كريم حسن شحاته كان معاه برضك مع في قناه الزمالك، عشان انا بتابع قوي مع قناه الزمالك، بحب اتفرج عليها وبحب اضحك على فكره. دلوقتي بيقول لك انا ان الدور ال 16 ودور ال 32 من دون جمهور. انا ما كنتش عارف المعلومه دي، والله ما كنت اعرف. احنا ما بنهتمش بالبطولات اللي زي دي، ولو بناخدها كده يعني. عندنا منها كتير، 15 بطوله باين تقريبا، او حاجه و30 بطوله تقريبا. فانا مش متابعين موضوع الجمهور، مش من الجمهور. فمعلش يا سيدنا اللي زعلتوا مني ان انا قلت لكم انا بسال انا كنت بسال والله الجمهور ما راحش ليه. خلاص عرفت الجمهور ما راحش ليه. انا بقى ضميرك الزملكاوي نفسه، الاخر الزملكاوي نفسه اللي بيتكلم، او اللي داخل يغلط، او اللي داخل يشتم، وكلهم اخوات وعلى دماغي برضو. انا بعرف اشتم وبغلط، بس برضو بالادب والاحترام، وكل واحد على قد التربيه اللي هو اترباها وازاي اتربى. انا سؤال واحد واضح وصريح وموضح والله، وكل حاجه. مش كل ما تخسرهم يبقى في نظريه اسمها نظريه المؤامره. جميع كل الانديه اللي هم الاربع انديه اللي بيلعبوا في افريقيا، اللي هو الاهلي وبيراميدز في بطوله افريقيا، والزمالك والمصري في الكونفدراليه، في ضغوط مباراه. البدايه اصلا من بدايه الدوري، من لما بقى 21 فريق، وعندك توقفات، وعندك في كاس عالم جاي، ففي ضغوطات مباراه. فما تتكلمش تقول اصل هو مرتاح 12 ساعه، هو ما بيلعبش في افريقيا. انت بتلعب في افريقيا. هو لو بيلعب في افريقيا كان زمانه برضه كان عنده ضغوطات، والاهلي لو كان بيلعب في الكاس لغايه دلوقتي كان زمانه هيلعب برضه نفس الضغوطات. ما الاهلي لسه الشهر اللي فات ماتش ورا ماتش ورا ماتش ورا ماتش. ما تحطش دماغك يعني، شيل نظف دماغك كده وهزها شويه كده. اخويا الزملكاوي اللي بتتكلم، هزها كده شويه معايا واقنعني. هو انت بتلعب في افريقيا، وبتلعب في الدوري، وبتلعب في الكاس، وكنت بتلعب في كاس الرابطه، طلعت من كاس الرابطه، بقى بتلعب في الكاس، وبتلعب في الدوري، وبتلعب في افريقيا، طلعت من كاس، بقى بتلعب في الدوري، وبتلعب في افريقيا، وان شاء الله هتلعب الكونفدراليه، هتبقى تلعب في الدوري بس. وما تخسرش وتقول لي اصل البطوله. ما انت عارف نظام البطوله، ما انت عارف نظام اللعب. ما هو كابتن خالد الغندور عندك، وجميع قنوات الزمالك اللي عندك، قناه